بغيت نسولك، واش عندك شي خطة في حياتك؟ عندك هدف في حياتك؟ واش حاط بين عينيك شي حاجة اللي باغي توصل لها من هنا شي اعوام؟ طائرة قمك تقلع، كتكون واحد الخطة معينة، واحد الوجهة معينة، امتى غتقلع، امتى غتنزل في المدينة الاخرى، الطريق اللي غتسلك. نفترض مثلا انا شي نهار الروبان ديال الطائرة كيف الطائرة ما عارف لا وجهة، لا فين غيمشي، لا امتى غادي يقلع، لا والو، ما غيقدرش ينطلق. الا كاع دخل وانطلق غيبقى يدور في بلاصتو، في الاخر غيرجع النقطة اللي بدا منها. الانسان بحال هاد الطائرة، ما يمكنش يعيش بلا هدف ووجهة وخطة معينة، والنجاح كذلك ما يمكنش يجي صدفة. هذا هو الموضوع ديالنا اليوم، نخليكم مع الانترو ونبداو. سلام، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وفي افضل حال وانتم كتفرجوا ولا كتسمعوا البودكاست ديال اليوم. كما نشوف الانترو، الموضوع ديالنا اليوم هو النجاح لا يأتي صدفة. نبداو بحاجة بسيطة. اذا قلت لي شي حد حاول تعمل محيط ديالك بالناس الناجحين، تلقاه كيدوي على الفلوس، غادي يقول لك راه الناس الملايرين ما كيخصوش مع الناس اللي ما عندهمش فلوس، راه اللي عنده مشروع ديالو وعنده الفلوس ما غاديش يسمع واحد ما قراش القرايه. هذه هي النقطه الاولى في هذا الفيديو. هذا هو الاعتقاد الغلط على مفهوم النجاح. اولا، شنو هو النجاح؟ مثلا واحد عنده مليار وكل نهار كيضيع في الفلوس، واش هذا انسان ناجح؟ لا. يعني النجاح ما كيتقاسش بالمستوى المادي او بفلوس. النجاح كتعريف له وتعريف متفق عليه من مختلف الجامعات الأمريكية. الشخص الناجح هو اللي عنده هدف في حياته وراسم له طريق وكيقرب ليه ولو بخطوة في الشهر، خطوة في الشهر. يعني مثلا أنا عندي هدف وراسم له طريقه، وخا تقيل في التقدم ديالي غير خطوة في الشهر، أنا إنسان ناجح. يعني سواء طال الزمان ولا قصار، داك الهدف غنوصل ليه مادام أنا متبع ديك الخطة ديالي. يقدر نبدلها كاع انطلاقا من حوايج كنكتسبها في حياتي، ولكن عندي هدف وكنشوف طريقه، وكل مرة كتوضح لي الصورة أكثر فأكثر يعني غادي نوصل ليه. أنا إنسان ناجح. هذه أول حاجة خاص نديرو عليها. دابا غير بدلنا التعريف، شنو طرا؟ تبدل المعنى، تبدلت الرؤية، غير بينك وبين راسك بداو كيبانو لك بزاف د الناس ناجحين في حياتك. الوغ فاش كنتي رابط النجاح بالفلوس كتقول ما كتعرف حتى واحد ناجح، حيت فيها غير فاشلين انا. ولكن دابا وضحت الصورة وسهل عليك تفلتري الناس في حياتك. نعطيو واحد المثال بسيط. جوج خوت ورثو بزاف د الفلوس، بزاف ديال الفلوس. الاول خدا نسبة صغيرة من دوك الفلوس وبدا بها مشروع، وغادي وغادي وغادي، ودوك الفلوس اللي ورثو ما استهلكهمش، خلاهم استمن واحد نسبة قليلة وبدا كيدير المشاريع ديالو. هذا فشل هذا فشل هذا فشل، تنجح نجح المشروع ديالو ولا كيدخل فلوس. الشخص الثاني، الاخ الثاني، دوك الفلوس بدا كيخسر فيهم، بدا كيخسر فيهم في ملذات ديال الدنيا. شكون اللي ناجح هنا؟ الشخص الثاني، رغم ان عندهم نفس المستوى المعيشي، عندهم جوجهم نفس المادة، عندهم جوجهم نفس القدر المالي. في الاختلاف كاين هنا، كاين في العقل وطريقة ديال التفكير. المفهوم الغلط تاني او تاني حاجة هي النجاح ما كيجيش بالزربة. ما يمكنش تنجح بين ليلة وضحاها. الناس شحال هادي ما كانوش كيامنوا ان النجاح كيجي بالزربة. مثال بسيط، الناس شحال هادي علاش كانوا مثلا قايمين، اغلب الناس على الفلاحة، كانوا قايمين على الفلاحة باش تربح دوك الفلوس. اش كنتي كدير؟ كتبقى العام كامل وانت كتزرع وتحرث ودير في داك الزرع حتى كيوصل موسم الحصاد، عاد باش كتبيع داكشي عاد كتدخل الفلوس وكتوفرهم باش يدوزوك داك العام كامل. يعني كنتي كتصبر باش تاخد داك
المبلغ د الفلوس. ولكن دابا لا، هاد الجينيراسيون هادي تبدلوا فيها بزاف د الحوايج. مثلا دابا غير شخص الا دخل لجوجل وتطلع عليه 5 ديال لي سكوند كيتعصب، عصر السرعه، في حين ان الواقع ماشي هو هذا. فقطره بقطره كيعمر الواد. كتسول شي حد كتقول ليه وفين غادي، وحنا غادي نقلبوا على النجاح. كيدوي على النجاح بحال غادي يكون غادي في طريقه حتى غادي يهز النجاح من يديه. واه هو النجاح. النجاح ما كيجيش نيشان، النجاح كيجي بتراكمات. اصعب حاجه في النجاح هي انك تواجه راسك وتلقى المشكل فين كاين. ما يمكنش انت تكون باغي تنجح وانت ما فاهمش راسك، ما عارفش نقاط القوه والضعف ديالك. باش توصل للنجاح خاصك بزاف ديال العادات. كما الفشل كيجي بتراكمات، فالنجاح كيجي ببناء عادات يوميه. راه تقدر 10 سنين يلا توصل للهدف ديالك انت اللي ديرو في بالك، تقدر حياتك كامله كتفني حياتك كامله باش توصل لك الهدف ديالك. ولكن انت على الاقل انسان ناجح، عندك هدف وتابعه. كل مره كتزيد تتعلم وكتطور من طريقه باش توصل للهدف ديالك. كل مره كتسرع ديك الوتيره حسب المعارف اللي كتكتسبهم والتجارب اللي كتكتسبهم في حياتك كامله. وقبل كاع خاصك تكون بيئه مناسبه للنجاح. ما يمكنش انت تكون باغي توصل لواحد الهدف وكتسمع واحد الشخص اللي غير السلبيات، ولا الحياه ما عطاتنا والو وما نقدروا نديروا والو في هاد البلاد، ولا راه اللي باغي ينجح مبقاش فين كاين كاين الناس اللي بغاو يوصلوا للنجاح ومشاو لبلدان اخرين باش يحققوا داك الهدف ديالهم. كلاتي مكاينش انك مجرد انك عايش في بلد محدد او في مدينه محدده انك ما تقدرش تنجح وتوصل للهدف ديالك. الفرصه ما كتعطاش، الفرصه كتخلق. عمرنا ما غادي شحال مره كتعطينا الفرصه، ولكن واش الفرصه الا جاتك وانت حتى كتصدم ما كتعرفش شنو دير بديك الفرصه حتى كتضيع من يديك. هي نفس الحاجه انك جاتك الفرصه وانت ديجا متعلم بزاف د الاخطاء وديجا بني بزاف د التعلمات، فغادي غتعرف كيفاش تستغلها. ماشي بحال واحد ما عارفش حتى كيفاش يستافد من ديك الفرصه اللي جاتو. واحد نقطه اخرى هي الفشل. الفشل اللي كلشي كيخلعو، الفشل اللي فاش كتسمعو صافي كتبوش لك صحتك. القاعده اي واحد نجح في حياته ومحقق اهداف ديالو ولا غادي كيحقق فيهم، غادي تسولو على الفشل يقولك ما يمكنش نكون ناجح انا بلا فشل. ما يمكنش نبسطو انك نجحتي بلا ما تفشل كاع. فراه انت المستقبل ديالك مضبط، تجيك حاجه وحده ما غتعرفش كيفاش تصرف، ويجيك عائق واحد ما تعرفش كيفاش تواجهه. كونطخ الا كنتي فاشل بزاف عاد وصلتي للنجاح ديالك، عاد وصلتي للهدف اللي عندك، عاد باش وصلتي للاوبجيكتيف ديالك، فراه غتعرف كيفاش تواجه اي حاجه في حياتك. حيت اصلا النجاح راه كيجي من الفشل، راه الفشل تساوي النجاح. خاصك تغلط وتدير انتربريتاسيون داك الغلط ديالك وتخرج بكونكلوزيون وتبدل تعمل حاجه في حياتك باش توصل لحاجه اخرى، توصل لواحد الخطا اخر وغتعني تعاود تصلحو. المهم ماشي انك ما ديرش اخطاء ولا ما تفشلش، المهم ان الفشل ديال هاد المره يكون مختلف على الفشل ديال المره الاخرى. فشل ولكن ما تعاودش نفس الفشل، ماشي نفس الخطا. على الاقل الفشل ديال هاد المره يكون اكثر من الفشل ديال المره الاخرى، ماشي حجما ولكن في الموضوع. يعني ما نعاودش نفس الاخطاء والخطا اللي درتو ماشي نشوفو نظره سلبيه لا قرات الحياه، لا نشوفو نظره ايجابيه ونشوف شنو الزوين فيه، شنو الجانب الايجابي من داك الفشل ديالي، ونتعلم باش ما نعاودش نطيح نفس الفشل مره اخرى، ونكسب شخصيه ومعلومات جداد ودي زانفورماسيون جداد ودي زاستيوس لي جداد. ندوي على واحد النقطه اخيره اللي هي الانضباط. لا ماشي تجي تقول انا اليوم ماشي موتيفي، انا ما غاديش نطبق دوك العادات اللي غيديوني للهدف ديالي. لا انا السيمانه ماشي موتيفي، ما نقدرش نحفظ باش نجاوب على الفروض. لا انا اليوم ما راشقاش ليا، ما غاديش نمشي لاصال مثلا. الهدف ديالي انا نوصل لواحد الجسم صحي. لا انا اليوم كاعي، ما غاديش نمشي الشركه اليوم باش من نتفرزطش. ما يمكنش. الا ربطي النجاح بالموتيفاسيون وبالمورال عمرك ما غتنجح، حيت هذه هي طبيعه الانسان. حنا ماشي كاملين، حنا ماشي ديما فرحانين، ضروري كتجينا اوقات ديال الحزن،
ولكن في اوقات الحزن ما خاصناش نخليو الاهداف ديالنا. داكشي علاش خاصو يكون ديسيبلين، خاصو يكون الانضباط، تكون منضبط داكشي اللي باغي دير. الهدف ديالك تكون منضبط فيه. علاش قليل ما تبقاش ليا كتبقى ليا غنستمتع وانا كنحقق الهدف ديالي. مكنتش تبقى ليا نسالي داكشي اللي خاصني ندير، دوك العادات اللي خاصني نطبق، دوك الاهداف الصغار اللي خاصني نحقق. ديك الساعه وحال الله نبكي ولا نتقلق ولا ندير اللي بغيت ديك الساعات. المهم هو انني نكون منضبط ونطبق داكشي اللي عندي في بالي، ما نخليش المورال ياثر فيا. وفاش كدير شي حاجه بزز منك يعني وانت كاعي ولكن دايرها حيت انت منضبط، من بعد كتحس بواحد الراحه كبيره. انا درت جهد ودابا نرتاح، انا نطبق داكشي اللي بغيت ندير واخا كاعي. انا كنت محطم داك النهار وحفظت داك الفصل جوج مزيان. فراه الالم ديال العذاب اولا ديال ستريس اولا ديال الضغط اهون بكثير من الالم ديال الندم. تندم تفوت الفوت. وداك النهار انا ما عتمالي كنت كاعي ودابا ما حفظتش وانا ما جيتش مزيان في هذا الفرض. علاش اصلا كنت كاعي حفظ ديك الساعه واحد الله في حاجه اخرى. ما تقوليش لا انا كيأثر عليا المورال ديالي ما نقدرش كان حتى حاجه وانا كاعي. راه كلشي راه كاملين حنا كاملين بشر، ولكن كاين اللي منضبط وكاين اللي كيخلي نفسه تحكم فيه. ودابا عرفتي المفاتيح ديال النجاح. اول حاجه انضباط. الفشل حاجه عاديه، النجاح ما كيجيش صدفه. بدلتي اصلا مفهوم النجاح عندك بعقلك وبدلتي بزاف الافكار كانوا عندك غالطين بعقلك. سوا دابا عندك جوج الحلول، سواء توقف وتقول انا انسان فاشل، ولا تمشي تشوف فينا هو العيب وتصلحه. وعامين جايه تكون احسن من عامين الفايته. عامين ماشي يومين. راه ساهل بزاف يكون اليوم احسن من البارح، ساهله. البارح مثلا ما درت والو، اليوم غادي نكون موتيفي ونكون بروداكتيف. ولكن واش تقدر تبقى هكاك عامين كامله؟ هكا هادشي اللي كيكون الاختلاف بين شخص واخر. هاد الشخص سيمانه في الشهر او 3 ايام في السيمانه كيكون بروداكتيف وكيدير كلشي. هاد الشهر 24 ساعه 24 ساعه وهو بروداكتيف وكيطمح الاحلام ديالو. فهذا هو اللي خاصو يكون الهدف ديالك. عامين جاي 3 سنين جاي السنين الجايه تكون احسن من 60 فايته. وكنتمنى غير ربي يوفقنا ويطولنا في عمرنا. وبيان سور ما يمكنش تطمح تحقق شي حاجه في حياتك وانت ما محسنش علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. ما يمكنش توصل شي حاجه وانت ما كتصليش. هذه غير تذكير بسيط، حيتاش كاين بزاف د الناس دايرين بالاسباب، هما يخدموا على الاحلام ديالهم، هما راسمين خطه، هما منضبطين، ولكن كلشي معكس ليهم. قبل ما تراجع شنو الاغلاط اللي درتي، راجع اول حاجه علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. وهادشي اللي كاين في الفيديو اليوم. كنتمنى يكون نال اعجابكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا. كانت معكم ايه بودكاست، نتلاقاو في الفيديو الجاي.